ايوه مالكيش حجه، هتعملي مشروعك من قلب مطبخك وباقل التكاليف والامكانيات كمان. هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم بارك وبايديك كده وتسمي الله، ويلا بينا على طول نشوف هنعمل الرز بلبن الخطير ده، اللي بجد يعني مشروع سهل جدا وبسيط، وبيعملوا يعني اجدع شباب والله واقفين في الشوارع، والحمد لله ربنا بيرزق الجميع، ما فيش حد بيسعى وربنا ما بيرزقوش. فيلا بينا على طول، بس ما ننساش ندعي من قلبنا لاخواتنا ربنا ينصرهم يا رب ويتقبل شهدائهم. وطبعا اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، واللي بيشوفنا لاول مره ما ينساش يشترك في القناه ويفعل زر الاشعارات للكل علشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نشوف الطريقه السهله البسيطه اللي هتخرجوا معاكي ناجح مليون في الميه ولا اروع. اول حاجه عملتها ان انا جبت 6 كوبايات من الرز المصري، نقيتهم كويس جدا وغسلتهم غسله كويسه ونقعتهم في الميه لمده ساعه واحده بس. بعد كده حطيت حله على النار وفيها 4.5 لتر من الميه، واول ما غلوا نزلت بالرز. وقت للتاني بقى هبدأ ان انا اقلب الرز لحد لما يتشرب كل كمية المية اللي انا حطيتها. وعايزة بقى حباية الرز كده تكون دايبة وسايحة معاكي. لو الكمية المية اللي انت حطيتيها الرز شربها ولسه ما دابش ولا ساح كده معاكي، زودي شوية مية تاني لحد لما تضغطي على حباية الرز تلاقيها بص خلاص بقى دابت ما فيهاش اي حاجة خالص. بعد كده هضيف 5 لتر من الحليب، اللي هو الحليب من عند الفلاحين او من عند اللبان. اهم حاجة يكون حليب فيه نسبة دسم حلوة قوي. بعد كده طبعا الحليب مش مغلي، انا جبته على طول من عند اللبان مثلا وحطيته في الحله على طول. هبدا بقى ان انا اقلب من وقت للتاني الحليب مع الرز لحد لما الرز بقى يبدا ان هو يتشرب كميه الحليب كمان. هتاخدي بقى رز بلبن النهارده زي الفل. بس كده ما تنسيش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وطبعا ما ننساش ان احنا نقلبه من وقت للتاني. بصوا بقى انا البوتاجاز بتاع اليومين دول ناره هاديه شويه، وطبعا الكميه كبيره زي ما انتم شايفين ما شاء الله. بغطي الحله ومن وقت للتاني بكشف وادي تقليب، اكشف وادي تقليب. المهم بصوا بقى هنا خلاص كان الرز ما شاء الله بدا ان هو يشرب من كميه الحليب. فدلوقتي هضيف السكر. انا ضفت على ال6 لتر حليب كيسين من السكر، الكيس اللي هو 900 جرام. تمام، طبعا انت تحكمي في الحلا بتاع الرز بلبن على حسب ما بتحبي. يعني اتفقنا بقى على ايه، كل لتر من الحليب هياخد معاكي كوبايه من الرز. بعد كده بقى طبعا احنا ضفنا في الحله هنا 5 لتر حليب بس. معايا بقى اللتر على جنب ساقع اللي هو بدرجة حرارة المطبخ عادي، سبته في الجردل زي ما هو. وهبدأ بقى ان انا اضيف عليه ربع كيلو او 250 جرام يعني من الكريم شانتيه، وربع كيلو من النشا. وهقلب بقى على البارد، ما تقلبيش النشا خالص. ينفع بودرة الكريمة اللباني او الكريم شانتيه تقلبيه في الرز بلبن وهو سخن عادي، لكن النشا طبعا لا ما ينفعش هيكتل منك. فانا قلبتهم الاتنين مع بعض على البارد بالشكل ده، وضفتهم على الرز اللي على البوتاجاز. بصي بقى من وقت ما تضيفي خليط النشا والكريم شانتيه يعني ما تبطليش تقليب، يعني ما ترفعيش ايدك من الحله بمعنى اصح، علشان خاطر خلاص بقى بيبدا الرز بلبن يتقل والقوام بتاعه يظبط كده معاكي. وما شاء الله حاجه كده بصوا بألف هنا وشفا للي كلهم. معايا بقى كوبايه جوز هند مطحون، دي اختياري بس بصراحة بتفرق جدا في الطعم، بتضيف له كده تيست عالي قوي. عايزة بقى تظبطي الرز بلبن بتاعك على الاخر وتخليه بصي ما حصلش، هتزودي علبتين قشطة. لكن احنا حابين نعمله بالطريقة دي، الطريقة اللي هي بصوا ينفع بقى في مشروع هتبيعيه بسعر اقتصادي، ينفع تعمليه في البيت من غير ما تكلفي كتير. كفاية ما شاء الله السكر غالي وكيلو الحليب بقى ب25 جنيه، فيعني الله المستعان. قبل بقى يعني ما اطفي عليه بضيف الفانيليا علشان خاطر بقى ايه يتظبط معانا. وبضيف الفانيليا ودي تقليب. خلاص بقى كده بيبدأ الرز بلبن يعمل فقاقيع او يعمل بابلز او يبقبق. بتبدأي بقى انك تطفي عليه وتسيبيه يهدى شوية. ما تغرفيش في العلب دي على طول، لا سيب الرز بلبن يهدى شوية صغيرين وبعد كده ابدأ اغرفيه. انا لما باجي اغرف بصوا بدي تقليبه كده واغرف. ما شاء الله الرز مظبوط قدامكم والقوام بتاعه حلو قوي. القوام يا جماعة ولا تقيل بقى من تحت وخفيف من فوق، لا الرز بقى هايل. عبيته بقى في العلب بالشكل ده، وما شاء الله ال6 لتر حليب عملوا لنا 70 علبة من العلبة اللي قدامكم دي. بعد كده بعد ما غرفت بقى كل كمية العلب، يعني كل كام علبة كده وده اختياري برضو بنرش شوية من الزبيب على الوش. استخدمي اي حاجة انت حباها. ده كان طالع مع اطعام، احنا كنا عاملين اطعام محشي وفراخ. طبعا ما صورتش معاكم اطعام المحشي والفراخ لاني صورته قبل كده
كام مره يعني. فكان طالع مع المحشي والفراخ الحلو، وكان رز بلبن. بصوا بقى احنا كنا بالليل، فانا سبته لتاني يوم الصبح. طبعا الجو برد مش محتاج ان انا احطه في التلاجة، لكن لو انت هتعمليه في الصيف استني يبرد وحطيه في التلاجة على طول. انا سبته بره على رخامة المطبخ بالشكل ده. وده بقى تاني يوم الصبح. بصوا بقى ما شاء الله، حطيت بقى كل علبتين على بعض. عايزه اوريكم الشكل بتاع الرز بلبن يا جماعه، حلو قوي. لو زودت بقى كميه القشطه والدسم هتلاقي وشه مكشكش كده وحاجه ما حصلتش. دي كانت طريقه بسيطه للرز بلبن، اتمنى ان هي تعجبكم. وبجد زي ما بقولك المشروع ده سهل جدا وبسيط انك تعمليه، مش محتاج بقى ان انت تفكري ولا محتاج ميزانيه كبيره. اتمنى النهارده ان انا اكون فدتكم حتى لو افاده بسيطه، ولو حسيتوا ان انتوا استفدتوا طبعا ما تبخلوش عنا باللايك، وكمان تكتبوا لي كومنت. واتمنى كل حلقاتنا تعجبكم ان شاء الله، ومع السلامه.